بصوا يا جدعان، نزلت النقل الذكي ده كنت فاكرها مشاوير وخلاص، طلعت محتاج دكتور نفسي. فانا النهارده جاي اجيب لكم خلاصه خبرتي البسيطه، جاي اجيب لك الزتونه من الاخر، جاي اجيب لك شويه نصايح ان شاء الله لو عملت بيها هتبقى معلم في الشغلانه دي. مش هيكون ناقصك غير حاجه واحده، واهم حاجه توفيق ربنا ورزقك بقى. دي حاجه مش هنقدر نعمل فيها حاجه، احنا برضه هنعمل اللي علينا ونسعى، والباقي ده بتاع ربنا. ركز معايا، اول حاجه المكان والوقت اللي انت فيه. انا يا جماعه الساعه 10 الصبح كده ساعات بعدي على الجامعه الامريكيه في التجمع، ولا امريكانا بلازا في الشيخ زايد، الاقي الكباتن مترصصه كده واقفه وكله مطلع رجليه من الشباك او من باب العربيه. المشكله ان هو ما بيكونش لابس حاجه في رجله، ما اعرفش ايه المنظر ده او ايه الفكره من كده، وبيريح رجله بس مش للدرجات يعني. موضوع الشتاء مبلوع شويه. انا في الصيف يا جماعه في كباتن بتبقى نازله لابسه شورت، فالرفعه الرجل دي ببقى معدي ببقى مكسوف ابص. فانت قاعد دلوقتي بتعمل ايه عندك؟ يعني انت دلوقتي قاعد هنا بتعمل ايه الساعه 10 الصبح؟ ما انزل جوه البلد. مفيش عندك شغل دلوقتي، اللي راح المدرسه راح، واللي راح الجامعه راح، واللي راح شغله راح. فلازم ابقى عارف امتى اكون موجود هنا وامتى اكون موجود هنا. اطلع يا سيدي بعد كده عند منطقه البنوك تاني لما وقت خروج الموظفين يجي، او تعالى يا سيدي هنا الساعه 11 في المريوطيه، عندك قاعات افراح من اول المريوطيه لحد سقاره، الناس طالعه كلها في نفس الوقت محتاجه عربيات. عايز اوصله لك ان انت لازم تكون مهتم بحته انا موجود فين والساعه كام. تاني حاجه اعمل لنفسك تارجت ساعات مش فلوس. انت دلوقتي شغال شغلانه اضافيه، شغلانه اساسيه، اعمل لنفسك تارجت ساعات. قول انا مثلا هنزل اشتغل 8 ساعات، 10 ساعات، 4 ساعات. ما تقولش انا هنزل اشتغل ولو عملت المبلغ ده اروح. ليه بقى؟ شغلانه يوم كده ويوم كده. في الحقيقه فاشل جدا في اللي بقول لك عليه، بس انا فاشل فيه. يعني انا خصوصا في جو الشتاء ده، اول ما بشتغل لي اعمل لي مشوارين حلوين تلاقي نفسي خدت بعضي وروحت، جبت 2 كيلو استفندي، ورحت ممدد على الكنبه والبطانيه وبتاع. مفيش 5 دقايق انا بيقول لي كارت الكهرباء خلص، عايزين بامبرز، فلوس المشوارين اتصرفوا. فبقول يا ريتني كنت كملت شغل. الشغلانه دي يوم كده ويوم كده. فاليوم اللي انت كان الشغل ماشي معاك وانت عملت مبلغ اعلى من اللي في دماغك هيعوض لك اليوم اللي انت ما اشتغلتش فيه او اليوم كان مريح معاك. اسلوبك مع الناس، يعني انا بشوف ناس نازله مكشره في وشنا ومكشره في وش العميل ومش طايقه نفسيها. وايه يا جدعان في ايه يا جدعان؟ ما تعاملوناش المعامله دي. لازم يكون اسلوبك حلو وبتتكلم باسلوب كويس مع جميع الفئات اللي هتركب معاك، لان الشغلانه مش سواقه خلاص. انت ما بتسوقش وتمشي لوحدك، انت في ناس راكبه معاك محتاجين حد يتعامل معاهم بطريقه كويسه. وده خلي بالك هيحسن شغلك، عشان لو فاكر ده ملوش علاقه بشغلك، لا ده ليه علاقه وبنسبه كبيره جدا. بقى حاجه تانية ممكن تكون بالنسبه لك تافهه ولكن هي مهمه جدا، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده، ان انت يكون معاك موبايل الرامات بتاعته مش اقل من 6 رام. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي معظم البرامج بقت تفاوض، وبقت الرحله بترنكش انت لوحدك، ده في 20 عربيه معاك. فحس ان انت معاك تليفون بطيء، انت في سباق. انت في سباق، ده في رحلات بتتخطف من قبل ما العميل يفكر يطلبها. العميل قاعد في البيت، ايه اطلب رحله على مدينه نصر، ماشي، يبقى الكابتن قاعد في العربيه ماسك التليفون ومستنيك تطلب عشان هو يروح دايس. فانت لو معاك تليفون اقل من 6 جيجا رام هتواكب التطورات دي مع الناس اللي حواليك ازاي؟ اللي بعد كده ان انت لازم تعمل لنفسك زبون خاص. 80% من اللي ناجح في الشغلانه دي ومقاوح فيها رغم رتم الاسعار بتاع البرامج اللي قل، هو الناس اللي معاها زبون خاص. ليه بقى؟ انت لما يكون معاك زبون خاص بتاعك انت اكنك عامل برنامج خاص ليك انت. فحته ان انا برنامج اوبر مش عارف اسعاره تقع، ان درايف مش عارف اتفاوض عليه، دي ما اعرفش ايه اللي حصل له. فانا معايا برنامج بتاعي انا ومعايا زبوني اخلص معاه افتح البرامج، فانا كده نفسيتي مستريحه. وقت الرحله اهم من كيلومتر. ليه بقى؟ لان انت ممكن تاخد رحله سعرها كويس وكيلومتر سعره عالي، ولكن هتاخد معاك وقت طويل. وقت بتاعنا يا جماعه في الشغل ده مهم جدا، خصوصا هيفرق مع الناس بقى، يعني منهم اللي مركبين غاز، لان اللي مركب غاز بيفرق معاه الوقت بنسبه كبيره عن الغاز. فلما لو جاله مثلا مشوار مسافات طويله ولكن وقته قليل، ده هيخليك تحرق شغل في وقت قليل. اقرا الرحله قبل ما تقبلها يا جماعه. انتوا يعني محظوظين، اي حد اشتغل في الشغلانه دي فوق 2021 محظوظ. انت بيبان لك كل تفاصيل الرحله قدامك، باين لك العميل واقف على بعد قد ايه، هيمشي كام كيلو، هتاخد كام، كل حاجه واقفه قدامك. ايه اللي بيخليك تستعجل؟ ناس بتشوف ال 100 جنيه ولا الرحله فوق ال 150 جنيه، اول ما يشوفها اهدى. في ناس شغاله معاك وفي رحله انت ممكن ما تكونش اصلا مناسبه ليك كسعر ولا مكان، العميل بعيد عنك. فمهم جدا ان انت تقرا الرحله، والاهم ان انت تقرا الرحله بسرعه، لان زي ما قلت لك انت مش لوحدك. لازم يكون معاك كل البرامج. يعني بشوف حد يا جماعه يقول لك مثلا انا بفضل مثلا اوبر، بفضل اندرايف، بفضل ديدي. ده مش عيب،
لازم يكون فعلا في برنامج انت مركز معاه وشغال عليه، خصوصا لو بيعمل لك عروض. ولكن اللي مش كويس ان انت يكون البرنامج ده بس خلاص. يعني بشوف ناس اخذت بلوك مثلا سواء مؤقت او نهائي في برنامج، الحقوني انا خدت بلوك في اوبر، اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ في ساعتها لازم يكون انت بتعرف تشتغل على البرامج التانية وبرضه فاهم فيها، بحيث خلاص ده قفل معاك لاي ظرف من الظروف، مش جايب لك شغل، تفتح البرنامج التاني. يا سيدي وسيبك من كل الكلام ده، اهم نصيحه ان انت لازم تكون متابعني.